ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ طبعا كلكم جربتوها ما عدا انا بقى قلت اعملها في البيت ونعملها باسهل طريقه واخر اختراعات بقى بلبن. تعالوا بقى اول حاجه دلوقتي معايا بقى ايه تفاح، وزي ما انتم شايفين معايا اللي هي المقوار ده اللي هو بتاع التفاح ده وريته قبل كده. هبتدي دلوقتي نقطع التفاح قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. اي تفاح عندك اللي هو المتاح عندك، تفاح احمر تفاح ابيض، اي تفاح متوفر عندك، ونبتدي نقطع كده على الكاونتر. نقطع بقى ايه التفاح كده قطع صغيره واحطها ايه في طبق كده زي ما انتم شايفين، طبق غويط. ونخش بقى معايا برضو موز. هنستخدم انواع الفاكهه بتاعه الصيف الجميله بتاعتنا. هنا برضو بقطع برضو الموز زي ما انتم شايفين كده، جوليان حلقات كده زي ما انتم شايفين. ومعايا برضو المانجا، قشرت المانجا عادي بالمبشره وبعدين قطعتها بقى، وزي ما انتم شايفين كده بقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. انتهزوا الفرصه واعملوا البمبوزه في الصيف عشان ايه حلاوه بقى المانجا الجميله دي. معايا هنا مانجا بيور برضو، حطيت عليها حوالي نص كوبايه كده من السكر وحطيتها على الفاكهه زي ما انتم شايفين وقلبت كده الفاكهه جاهزه معايا. هنا دلوقتي زي ما انتم شايفين معايا هنا بقى اهم حاجه السر هنا. معايا كوبايه زبادي كبيره وكوبايه من الكريم شانتيه وربع كوبايه من السكر وكوبايه من اللبن. كده معايا 4 حاجات هعملهم: زبادي وكريم شانتيه وسكر وسكر ولبن، بس كده. هنا بقى جبت الكبات دي هتلاقيها عند مستلزمات الاطباق والتغليف، هتلاقي عندهم الكبات دي. هنبتدي نحط كده الفاكهه معايا زي ما انتم شايفين كده. اول طبقه زي ما انتم شايفين كده حطيت، والكريم شانتيه اللي انا عملته معايا، الكريمه اللي انا عملتها هبتدي انزل كده بيها فوق الفاكهه زي ما انتم شايفين كده. بصوا اصلا لوحده كده ده فروت سلطه بجد، ممكن نعمله وكنا بنعمله زمان، بس هنزود بحاجات بسيطه بقى عليه. هنزود بقى ايه الكريمه، وهنا عندي برضو ايس كريم. هبتدي انزل بالايس كريم وانزل بقى بالصوص، اي صوص بقى انت عاوزاه. انا عندي صوص فستق وعندي صوص شوكولاته وعندي صوص لوتس، وهنحط برضو ايه مكسرات كده جميله زي ما انتم شايفين. اي مكسرات عندك، لوز بندق المتاح عندك. وهنزل برضو بقطع المانجا زي ما انتم شايفين، وهنزل بصوص الفستق. وكده احلى بمبوزه بجد ممكن تعمليها في البيت بدل ما تجيبيها من بره. المكونات موجوده، فاكهه وكريمه وايس كريم، وتشكلي بقى الصوص اللي انت عاوزاه. بصوا بجد جميل جدا، وبجد تحفه، جميل جدا وبيلكم وبتقفل بجد. ده بالنسبه لي بجد العشاء بتاعي او السناكس، بجد جميل جدا وتحفه. جربوه وقولوا لي رايكم. ما تنسوش بقى